خض معارك ملحمية، سيطر على المملكة واهزم الأعداء. ونبدأ مع نينجا أراشي، لعبة قتال جديدة تستحق التجربة، رسوماتها ظلية وبأسلوب الRPG المختلط. أنت نينجا تقاتل في هذا العالم المظلم لإنقاذ الأب المختطف بواسطة الشرير أوراشي. اللعبة قريبة الشبه من لعبة فيكتور الشهيرة من حيث أسلوب الركض والمؤثرات المميزة. طريقك سيكون مليء بالفخاخ والأشرار التابعين لأوراشي الذين مهمتهم إيقافك بشتى الطرق خلال مستويات اللعبة المختلفة، مميزة بالبساطة والإثارة، متوفرة مجانا لأندرويد وiOS مع وجود مشتريات بداخل اللعبة. ثانياً سكاي فورس ريلودد، موجهة لعشاق ألعاب الطيران الحربي وأسلوب اللعب الكثيف. توفر رسوميات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة ومؤثرات صوتية قوية. أسلوب اللعب مكثف مع إمكانية الطائرات المناسبة. تتضمن اللعبة مستويات مختلفة مع وجود مهام متنوعة في كل مستوى. يمكن للاعبين ترقية الطائرات والمدافع والدروع والصواريخ عبر جمع المكافآت المختلفة. اللعبة هي الجزء الثاني بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول سكاي فورس، متوفرة مجانا لأندرويد وiOS مع مشتريات بداخلها. ثالثاً سكيل، وهي لعبة ألغاز عليك رسم أشكال هندسية بالاعتماد على إطارات اللوح حيث ترتد الكرة من جانب نحو الآخر. التحدي أنه عليك التقطيع باستعمال أشكال هندسية معدة سلفاً. سيكون عليك ألا تقف في طريق الكرة وحساب سرعة ارتداد الكرة حيث تقطع الطريق على أحد الخطوط التي ترسمها. فعندما تضع قطعة ما على لوح اللعب فإنها سترسم خطاً بحسب الشكل الذي تمثله بينما تبدأ في تقطيع المشهد، ولكن إذا لامست الكرة هذا الخط قبل انتهاء عملية التقطيع فستخسر الجولة. تحتاج للتركيز وسرعة رد الفعل. يوجد باللعبة 6 أشكال مختلفة للعب. اللعبة متوفرة مجانا لأندرويد وiOS مع مشتريات بداخلها. رابعاً سنيك فيرسس بلوك من ألعاب الأركيد وتحمل رائحة قادمة من الماضي، فجميعنا نذكر بلا شك لعبة سنيك التي كانت تأتي مع هواتف النوكيا القديمة. تأتي هذه اللعبة بنكهة عام 2017، فهي تعتمد على مهارتك في توجيه الثعبان خلال بيئة مليئة بالكتل. هدفك هنا هو الحصول على قدر ما تستطيع. التقدم ليس مهمة سهلة، فسوف تقابل كتل لها أرقام لكي تعبر من خلالها. لابد أن يكون ثعبانك لديه نفس الرقم أو يزيدها. متوفرة مجانا لمستخدمي نظام أندرويد وiOS مع وجود مشتريات بداخلها. خامساً Does Not Commute، صممت هذه اللعبة لتجمع بين متعة القيادة والإدراك الاستراتيجي. تأتي هذه اللعبة من مصممي لعبة سماش هيتس. تدور أحداثها في بلدة صغيرة تجد فيها نفسك خلف مقود السيارة. إذا أفلحت في الوصول إلى الطريق السريع ستجد نفسك تلقائياً في سيارة أخرى. يتعين عليك العمل على الخروج من البلدة باستعمال نفس آليات القيادة التي تستعملها في المرحلة السابقة. بعد مغادرتك للمدينة ستجد نفسك للمرة الثانية في سيارة أخرى وستتمكن من مشاهدة تحركات سيارتيك السابقتين على نفس الخريطة. يتعين عليك الخروج من البلدة في زمن لا يتعدى 40 ثانية. متوفرة مجانا لأندرويد وiOS مع